السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبنا اللي بيتابعونا على قناتنا. درسنا النهاردة الدرس الثالث في الوحدة الأولى. درسنا النهاردة بيتكلم عن المشاركة في صنع القرار في بلدنا. درس من الدروس المهمة جدا اللي انت لازم الدرس ده لازم تفهمه، ما تعتمدش على الحفظ، لأن الدرس ده مش محتاج حفظ، محتاج فهم. وانا هربط لك الدرس ده بأمثلة واقعية عشان ما تنساش الأمثلة دي. انت لو ما نسيتش الأمثلة دي الدرس بالنسبة لك خلاص كده انتهى، يكون بسيط خالص. طب تعالى كده نبدأ درسنا النهاردة. حاجة اسمها المشاركة في صنع القرار. يعني ايه مشاركة في صنع القرار؟ يعني احنا كلنا بنشترك مع بعض في صنع قرار معين. احنا كلنا كأسرة عايزين ناخد قرار، القرار ده احنا هناخده او احنا اشتركنا مع بعض، يبقى دي اسمها مشاركة في صنع القرار. انت عندك اول حاجة تعريفين، في تعريف اسمه صنع القرار وفي تعريف اسمها المشاركة في صنع القرار. طب قبل ما ابدأ عن المشاركة في صنع القرار تعالى نعرف يعني ايه صنع قرار. صنع قرار يعني انت بتاخد قرار معين، انت عندك مثلا مشكلة او عندك اي حاجة انت عايز تحلها. انا مثلا عايز اخد قرار، احنا كلنا كأسرة اجتمعنا ان احنا عايزين في اجازة الصيف ان احنا نروح مدينة معينة في مصر، ان احنا نروح نقضي الاجازة فيها. فطبعا انت لما تيجي تاخد القرار ده هتاخد القرار ده بطريقة عشوائية كده من غير تفكير، ولا كلنا نجتمع مع بعض كأسرة علشان نختار المدينة اللي احنا عايزين نسافر ليها في الأجازة؟ انت مثلا هتقول انا عايز اروح الاسكندريه، بابا هيقول انا عايز اروح مثلا دمياط، ماما هتقول انا عايز اروح مرسى مطروح. كل واحد قال مدينه معين. طب احنا عايزين كلنا نجتمع مع بعض علشان ناخد قرار معين، عشان نختار مدينه معينه احنا عايزين نروح. هو ده اسمه صنع القرار. لما بتيجي تاخد قرار مش باخد قرار كده وخلاص، لا، ده انت لازم تحط اختيارات للقرار بتاعك. انا دلوقتي حطيت كم اختيار؟ ثلاثة او كم بديل؟ ثلاث بدائل. قلنا ممكن نروح الاسكندرية، ممكن نروح دمياط، ممكن نروح مرسى مطروح. فاحنا هنختار اختيار من الثلاثة دول، هنختار الافضل منهم، المناسب افضل من الثلاث اختيارات دول ويكون مناسبين لنا ككل. ده اسمه صنع قرار. يبقى ما اجي اقول لك يعني ايه صنع قرار؟ صنع قرار هو تحديد بدائل متعددة. يعني ايه كلمة بدائل متعددة؟ يعني اختيارات متعددة، اختيارات كتير انا بحطها للقرار بتاعي. طب عشان اختار منه ايه؟ عشان اختار الافضل منه. انا هختار، كلنا اجتمعنا مثلا على بعض مع بعض ان احنا هنختار خلاص اللي هي مرسى مطروح اللي احنا هنروح نقضي الاجازه فيها. طب يبقى احنا دلوقتي اخترنا ايه؟ اخترنا الافضل حاجه من الاختيارات اللي احنا حطيناها في الاول. الاختيارات اللي انت حطيتها دي اسمها بدائل، وانا اخترت الافضل منها علشان احل المشكله بتاعتي او احقق الهدف بتاعي. ايه هو الهدف بتاعك اللي انت عايز تروح في الصيف ان انت تقضي الاجازه بتاعتك مثلا في مدينه معينه؟ هو ده القرار. يبقى انا اديت لك مثال اهو على صنع القرار. يبقى تاني، ما المقصود بصنع القرار؟ هو تحديد بدائل متعدده. انا بحط اختيارات كتير، كلمه بدائل يعني اختيارات، عشان اختار ايه؟ اختار الافضل منها عشان احل المشكله او احقق هدف معين. طب يعني ايه بقى المشاركه في صنع القرار؟ انا لسه قايله دلوقتي انتوا كلكم اجتمعتوا مع بعض، بابا وماما وانا كلنا اجتمعنا مع بعض في الاسره. كلنا لما جينا ناخد القرار، انت اخدته لوحدك ولا كلنا اجتمعنا مع بعض واشتركنا في القرار ده؟ كلنا اشتركنا في القرار ده. يبقى دي اسمها مشاركه في صنع القرار. يبقى يعني ايه مشاركة في صنع القرار؟ يعني اشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات اللي بتؤثر على حياتنا. طبعا القرارات دي مهمة جدا، بتؤثر على حياتنا ومجتمعاتنا. يبقى ما اجي اقول لك ما المقصود بالمشاركة في صنع القرار؟ يعني اشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات اللي بتؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم. طب ويعني ايه صنع قرار؟ يعني تحديد بدائل متعددة عشان اختار الافضل منها لحل مشكلة او تحقيق هدف معين. طب احنا دلوقتي القرارات، انت ممكن تاخد قرار فردي، ممكن تاخد قرار لوحدك من غير ما يشترك معاك حد، يبقى دي اسمها قرارات فردية، انا اخدته لوحدي. وممكن كمان احنا كلنا مع بعض اخدنا قرار كلنا اهو كمجموعة مع بعض، يبقى دي اسمها قرارات جماعية. طب مين افضل، القرارات الجماعية ولا الفردية؟ القرارات الجماعية بتكون افضل من القرارات الفردية، لان بتخليك تتعلم التعاون، بتخليك تعتمد على وتتحمل المسؤولية، بيبقى عندك ثقة بنفسك. فالقرارات الجماعية بتكون أفضل من القرارات الفردية لأنها بتحقق مستقبل أفضل. طب
لو انا قلت لك هات لي كده مثال على المشاركه في صنع القرار. ايوه، في مثال مشاركه في صنع القرار زي حرب اكتوبر. القرار ده كان حرب اكتوبر، لما جه ياخدوا قرار حرب اكتوبر القرار ده ما اتاخدش كده، لا كلهم اجتمعوا مع بعض. قاده الجيش اجتمعوا مع رئيس الجمهوريه اللي هو الرئيس الراحل محمد انور السادات، كلهم اجتمعوا مع بعض ايه عشان ياخدوا قرار حرب اكتوبر. يبقى قرار حرب اكتوبر ده اتاخد بشكل فردي ولا بشكل جماعي؟ لا بشكل جماعي. ازاي؟ كلهم اجتمعوا مع بعض عشان ياخدوا القرار ده. مين اللي اجتمع؟ قادة الجيش كلهم مع القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي هو في الوقت ده كان رئيس الجمهورية محمد أنور السادات. كلهم كده قعدوا مع بعض واجتمعوا وخدوا قرار إن إحنا هنعمل حرب اسمها حرب أكتوبر في اليوم كذا. إيه هو اليوم ده؟ اللي هو السادس من أكتوبر هيبقى في حرب اسمها حرب أكتوبر. كلهم اتفقوا على القرار ده وأخدوه ولا لأ؟ أيوة أخدوا القرار ده، وفعلا قامت حرب أكتوبر في اليوم ده اللي هو يوم السادس من أكتوبر. يبقى دي مثال على ايه؟ دي مثال على المشاركة في صنع القرار. طب تعالى بقى معايا للجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده، احنا دلوقتي بنتكلم عن صنع القرار. انت لما تيجي تاخد قرار لازم القرار بتاعك ده يكون سليم. ما ينفعش اخد كده اي قرار بطريقة عشوائية من غير تفكير. القرار السليم علشان انت تاخده صح ويكون القرار بتاعك قرار صحيح ومفهوش اخطاء لازم يمر بخطوات كتير، مش خطوة واحدة. يبقى ما ينفعش اخد القرار كده وخلاص. زي مثلا لسه كنت بقول لك دلوقتي احنا عايزين، انا عايز مثلا اروح اقضي الاجازة بتاعتي في الصيف في مثلا في مدينه معينه، هقول مثلا يلا انا عايزه اروح المدينه دي. مفيش حاجه اسمها كده. لا انت لازم كلنا نجتمع مع بعض عشان نختار المدينه المناسبه. ممكن تكون المدينه دي مناسبه ليا مش مناسبه لغيرك وهكذا. فالقرار الصحيح او القرار السليم بيمر بعده خطوات. ايه هي الخطوات دي؟ انت عندك 7 خطوات وهنشرحهم دلوقتي بمثال، ومش عايزاك تنسى المثال ده لان المثال ده هو اللي هيخليك تفهم الدرس. القرار السليم عندك 7 خطوات. اول حاجه لازم نحدد المشكله، لازم تعرف المشكله او الهدف اللي انت عايز تعمله او القرار اللي انت عايز تاخده. القرار بتاعك ده ايه هو ايه القرار اللي انت عايز تاخده؟ طب تاني حاجه ان انت لازم تجمع معلومات عن المشكله او الهدف بتاعك. طب تالت حاجه احط بدائل، لسه قايله لك اختيارات كتير. لما اجي احل مشكله او اخد قرار ما اقولش القرار كده، لازم احط خطوات او احط بدائل او اختيارات، بقول عليها اختيارات او بدائل كتير علشان اقدر اختار بعد كده الافضل منها. طب بعد كده لازم افكر في المشكله ايجابياتها وسلبياتها، اشوف المشكله دي ايه الايجابيات، الحاجات الكويسه في المشكله دي، وايه الحاجات السلبيه اللي مش كويسه فيها. طب ايه كمان بعد كده؟ اختار افضل بدائل. انا حطيت اختيارات كتير، اختار افضل حاجه منها من اللي انا اخترته. طب بعد كده هنفذ بقى القرار. انا اخترت افضل حاجه، بعد كده هقوم بتنفيذ القرار بتاعي اللي هو البديل اللي انت اخترته. طب في حاله انت اخترت بديل معين، اختيار معين، والاختيار ده بعد ما اخترته طلع مش مناسب ليك، هتعمل ايه في الحاله دي؟ هتلجأ للاختيار او تلجأ لاختيار من الاختيارات اللي انت كنت حاططهم في الاول. انا كنت حطيت اختيارات كتير، فانا هلجأ للاختيار ايه من الاختيارات اللي انا حطيتهم في الاول. عشان كده بقول لك بنحط اختيارات كتير. ممكن الاختيار اللي انت اخترته بعد كده ما كانش مناسب، الجأ تاني للاختيارات او البدائل اللي انت اخترتها في الاول، اخد منها المناسب لي. طب دي اسمها خطوات صنع القرار. طب خطوات صنع القرار هديها لك بمثال، انا عايزه المثال ده ما تنساهوش خالص. زي مثلا انت عندك مشكله في ماده معينه، اهو انا عندي مشكله، انا حددت المشكله. ايوه حددت المشكله ان انا عندي مشكله في ماده معينه. طب المشكله ديت عايز اجمع بعد كده معلومات عن المشكله بتاعتي، اعمل ايه في المشكله دي؟ بعد كده هحط بدائل او اختيارات للمشكله بتاعتي. انا مثلا الماده بتاعتي ممكن اقول ايه؟ انا ممكن اذاكرها مثلا من على اليوتيوب لوحدي، انا ممكن مثلا ماما تذاكرها لي في البيت، انا ممكن اخد فيها درس. يبقى انت حطيت اختيارات او بدائل كتير عشان بعد كده تختار الافضل منه، وبعد كده تفكر في الايجابيات وسلبيات كل اختيار انت اخترته. انا مثلا بشوف الاختيار اللي انا اخترته ده ايه ايجابياته، ايه الحاجات الكويسه في الاختيار اللي انا اخترته، او ايه الحاجات السلبيات اللي موجوده في القرار ده او في الاختيار اللي انا اخترته، وبعد كده تختار افضل بديل. انا مثلا انا شايف بالنسبه لي ان انا بذاكرها على اليوتيوب افضل. طب انا ذاكرتها على اليوتيوب، يبقى انت كده الاختيار الافضل بالنسبه لك هو ده الاختيار الافضل. خلاص انا نفذت القرار بتاعي وذاكرتها على اليوتيوب. طب افرض بعد كده انت جيت تذاكرها من على اليوتيوب وبعد كده ما فهمتش الدرس، عملت ايه في حل المشكله دي؟ لجئت للاختيارات اللي انت كنت حاططها. انت كنت حاطط كم اختيار؟ 3. ان انا ممكن اروح الدرس، ان انا ممكن اتفرج على اليوتيوب، او ممكن ماما تذاكرها لي في البيت. طب انا خلاص مش نافع ليا اليوتيوب، الجا للاختيار اللي انا كنت حطيته زي
زي ايه؟ انا ممكن الجا لاختيار ان انا مثلا ماما تذاكرها لي في البيت. طب افرض انا ماما ذاكرتها لي في البيت وانا ما فهمتش برضو، خلاص انا هاخد فيها درس. يبقى انت اهو انت عملت ايه دلوقتي؟ احنا حطينا بدائل واختيارات كتير في الاول عشان اختار الافضل منهم. طب انت اخترت الافضل منه من الاختيارات اللي انت حطيتها، وبعد كده لما اخترت القرار ده وجيت تنفذه لقيته مش مناسب ليك، ارجع تاني للاختيارات اللي انت كنت حاططها في الاول. يبقى انت كده اخدت قرار سليم. يبقى دي مثال انا مش عايزاك تنساه خالص، ده مثال اللي انا بربطه بصنع قرار سليم. طب لو جالك سؤال كده وقال لك احنا ليه اصلا بنفكر في الايجابيات والسلبيات قبل اتخاذ اي قرار؟ لازم افكر في ايجابيات وسلبيات اي حاجه قبل ما اخد قرار، عشان القرار بتاعي ده يكون صح، عشان يجنبني الوقوع في الاخطاء، عشان ما اخدش قرارات ايه؟ قرارات خاطئه. فعشان كده لازم افكر في الايجابيات والسلبيات قبل ما اخد القرار بتاعي. يبقى احنا عرفنا تاني خطوات صناعة القرار، هقولها برضو في الاخر علشان هربط الدرس ده، دي اهم حاجة عندي. خطوات صناعة القرار السليم بيمر ب7 خطوات. لو حفظت المثال اللي انا قلت لك عليه اللي انت بتربطه ان انت مثلا عندك مشكلة في مادة معينة، انت عمرك ما هتنسى الخطوات بتاعة صناعة القرار. طب تعالى كده معايا، احنا لما بنيجي ناخد اي قرار في حياتنا، القرارات دي ممكن تكون على مستوى الاسره، كلنا مع بعض بنجتمع علشان ناخد قرار معين، احنا كلنا كعيله في البيت بتاعنا بنجتمع، يبقى دي على مستوى الاسره. طب انا ممكن اخد قرارات على مستوى المدرسه، انا في المدرسه مع زمايلي والمدرسين ممكن ناخد قرار او نتخذ اي قرار معين، دي بيكون على مستوى المدرسه. طب في البيئه والمجتمع اللي انت بتعيش فيه ممكن برضو تاخد قرارات بتكون على مستوى المجتمع. يبقى القرارات اللي انت بتاخدها، احنا دلوقتي هندي نماذج للمشاركه في صنع القرار، ان احنا كلنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا مشاركه، ان انت شاركت في اتخاذ صنع القرار بتاعك على مستوى الاسره في البيت، ان انت ممكن تشارك في اتخاذ القرار على مستوى المدرسه، ان انت ممكن تشارك في اتخاذ القرار على مستوى المجتمع. طب نبدا كده على مستوى الاسره، ايه القرارات اللي انت ممكن تاخدها على مستوى الاسره وكلنا كاسره كده مع بعض نجتمع وناخد القرار ده؟ زي مثلا قرار لسه كنت قايله لكم عليه، ان احنا نحدد مكان قضاء الاجازه، مثلا مكان معين عايزين نقضي الاجازه فيه. تاني حاجه ممكن نضع قواعد لتنظيم الوقت عندنا في البيت. تالت حاجه ممكن مثلا احنا اسره كده نتفق على ان احنا نخرج نشتري الاشياء المهمه في المنزل مثلا محتاج حاجات مهمه عايزين نروح نشتريها، كلنا نجتمع مع بعض كده ان احنا ناخد قرار ان احنا نروح نشتري الحاجات المهمه للمنزل. طب ايه كمان؟ على اختيار مدرسه جديده لاحد الابناء، بابا وماما في البيت مثلا عايزين يختاروا لك مدرسه افضل تكون كويسه مناسبه ليك، فبيجتمعوا كده مع بعض علشان يختاروا مدرسه مناسبه ليك. يبقى دي قرارات على مستوى ايه؟ على مستوى الاسره. يبقى لو قلت لك اديلي كده نماذج لاتخاذ القرار على مستوى الاسره وفيها مشاركه، هتقول لي زي اول حاجه تحديد مكان قضاء الاجازه، تاني حاجه وضع قواعد تنظيم الوقت، تالت حاجه الاتفاق على شراء اشياء مهمه للمنزل، اختيار مدرسه جديده لاحد الابناء. طب دي بقول عليها مشاركه؟ ايوه مشاركه، ليه؟ لان احنا كلنا اشتركنا مع بعض. طب دي بيعلمك ايه؟ بيعلمك التعاون وتحمل المسؤوليه. طب تعالى كده ندي امثله للمشاركه بس على مستوى المدرسه. انا مثلا في المدرسه وعايزين ناخد قرارات معينه، ممكن مثلا انا دخلت الفصل فاحنا عندنا المعلم بيقترح معانا ان احنا نحط قواعد معينه، ايه؟ قواعد معينه للصف بتاعنا، ايه القواعد اللي احنا المفروض نمشي عليها في الفصل؟ المفروض نعمل كذا وكذا وكذا. احنا كلنا اشتركنا مع بعض ان احنا نحط قواعد او رولز كده للايه، للحاجات اللي احنا المفروض نعملها داخل الفصل. طب ايه كمان؟ ان احنا مثلا في الفصل ان احنا نختار القائد بتاعنا، قائد الفصل اللي احنا بنقول عليه رائد الفصل. ممكن كده احنا كطلبة في الفصل كلنا نجتمع على اختيار قائد معين. طب ممكن كمان ان احنا نختار نشاط مدرسي نشترك فيه، احنا مثلا عرضنا انشطة كتير، في انشطة كتير، فاحنا كلنا اتفقنا ان احنا كلنا هنشارك في نشاط معين في المدرسة. يبقى دي اسمها مشاركة؟ ايوه دي اسمها مشاركة في صنع القرار، بس على مستوى ايه المرة دي؟ على مستوى المدرسة. يبقى زي ايه؟ زي ان احنا نقترح مع المعلم وضع قواعد الصف، ان احنا نختار قائد للفصل، ان احنا كمان نختار نشاط مدرسي ونشارك فيه. برضو المشاركة ديت هنا في مشاركة؟ ايوه في مشاركة، خلتك ايه؟ خلتك تشعر بالمسؤولية، ان يبقى في تعاون واحترام للاخرين. طب في مشاركة كمان في صنع القرار بس على مستوى المجتمع اللي انت بتعيش فيه. فالقرارات زي ما انا قلت لكم قبل كده، في قرارات فردية او قرارات جماعية بتأثر على المجتمع. طب زي مثلا انت عايش في مدينة، فاحنا عايش في مدينة، انا مثلا عايز اختار رئيس اسمه رئيس مجلس المدينة. احنا مثلا الناس اللي بتعيش في المدن لازم في برضو رئيس
بيحكمهم، زي الرئيس بتاعنا رئيس الجمهورية دي بيكون مسؤول عن مصر كلها. اما انت عايش في مدينة فيه رئيس اسمه رئيس مجلس المدينة، ان احنا ناخد قرار ان احنا نختار الرئيس بتاعنا في المدينة ده، هو اسمه رئيس مجلس المدينة. طب انا لو بعيش في قرية، في رئيس اسمه رئيس الوحدة المحلية، كلنا بنجتمع مع بعض او بنشارك مع بعض ان احنا نختار الرئيس بتاعنا رئيس الوحدة المحلية في القرية دي، اسمه قرار. طب قرار ايه كمان؟ قرار ان انا ممكن ابني حديقة، ان انا ممكن ابني مستشفى او ابني مدرسة بتفيد المجتمع بتاعي او البيئة بتاعتي اللي انا بعيش فيها، دي اسمه قرار. طب المشاركة في مبادرة معينة، حاجات كويسة انت ممكن تعملها بتخدم البيئة بتاعتك، زي ممكن ازرع اشجار حواليا، او ممكن كمان اعمل حملات نظافة، ان انا انظف المكان بتاعي، اضع مثلا في صناديق قمامة. يبقى انت دلوقتي عملت مشاركة، ايوه مشاركة في صنع القرار، بس على مستوى ايه؟ بس على مستوى المجتمع. يبقى لو قالك اديلي امثلة على مستوى المجتمع، هتقول لي زي اختيار رئيس مجلس المدينة او رئيس الوحدة المحلية في القرية، رئيس مجلس المدينة دي في المدينة والوحدة المحلية في القرية. او قرار ان انا ممكن ابني عندي حديقة او مستشفى او مدرسة، ان انا اشارك في مبادرات اخرى زي حملات زراعة الاشجار او النظافة. يبقى القرارات اللي احنا اخدناها النهارده اسمها مشاركة. المشاركة يعني كلنا اشتركنا مع بعض في اتخاذ القرار. في مشاركة في صنع القرار على مستوى الأسرة، في مشاركة في صنع القرار على مستوى المدرسة، في مشاركة في صنع القرار على مستوى المجتمع. طب ايه أهمية صنع القرار؟ ليه يا مس احنا بنتكلم عن صنع القرار، وايه الدرس ده هيفيدني في ايه؟ هستفاد ايه من صنع القرار؟ كل شويه نقول صنع القرار صنع القرار، لا هتستفاد كتير قوي. صنع القرار لما تتعلم وانت صغير دلوقتي ان انت تاخد قرار من نفسك، دي حاجه كويسه جدا، هيساعدك ان انت لو قابلتك اي مشكله هتقدر تحلها. يبقى صنع القرار ساعدتك على ايه؟ حل المشكلات. ساعدتك على ايه كمان؟ ان انت تشعر بالمسؤوليه، ان انت تبقى شخص مسؤول. ساعدتك على ايه كمان؟ ان يبقى في تعاون ما بيننا، في احترام. ساعدتك على ايه كمان؟ على تعزيز الثقه بالنفس، خلتك عندك ثقه بالنفس لما تقدر تحل كده المشكله لوحدك، ان انت عندك ثقه بالنفس، ان انا ازاي انا بقيت مسؤول واقدر احل المشاكل بتاعتي لوحدي، ان انا احترم اراء الاخرين. فعلمتك حاجات كتيره جدا. يبقى اهميه صنع القرار ايه اهميتها؟ اول حاجه ان هي ساعدتك على الشعور بالمسؤوليه، حل المشكلات، التعاون والاحترام، خلتك عندك ثقه بنفسك، احترام اراء الاخرين. فكل قرار احنا بناخده له نتيجه، واحنا لازم نتحمل نتيجه القرار بتاعنا. عشان كده قبل ما اخد القرار لازم افكر فيه، لان انا المسؤول في النهايه على القرار، عن القرار اللي انا اخدته، سواء كان القرار ده انا اخدته بشكل ايجابي كويس بيفيدني او بشكل سلبي. فعشان كده لازم افكر في كويس قوي في القرار، واخد قرار سليم زي ما قلت في اول الدرس، عشان القرار بتاعي يكون صح، ما يكونش فيه اخطاء. عشان كده في سؤال عندك بيقول لك ماذا يحدث اذا لو شاركت زميلك في المدرسه في صنع القرار؟ ايه اللي هيحصل؟ هتتعلم حاجات كتير لسه قايلها دلوقتي. هتتعلم المسؤوليه، هتتعلم ان انت تساعد، عندنا دي هيعود بالنفع على المدرسة بتاعتك، ان انت هتعرف تشارك بشكل ايجابي او بشكل دائم في حياتك، ان انت هتعتمد على نفسك في اي قرار، ان انت دي هيخدم المجتمع والمجتمع بتاعك هيتقدم وهيبقى فيه تعاون واحترام. كل ده بسبب ايه؟ بسبب المشاركة في صنع القرار. دي درسنا النهاردة. يبقى درسنا النهاردة بسرعة كده اخدنا ايه؟ اخدنا النهاردة تعريفين، في تعريف حاجة اسمها صنع القرار والمشاركة في صنع القرار. صنع القرار ان انا بحدد بدائل متعددة عشان اختار الافضل منه، عشان احل مشكله او احقق هدف معين. طب يعني ايه مشاركه في صنع القرار؟ يعني اشراك المواطنين في عمليه اتخاذ القرار اللي بتاثر على حياتهم ومجتمعاتهم. طب احنا قلنا المشاركه في صنع القرار، اي قرار سليم عشان انت تاخده لازم يمر بعده خطوات. كم خطوه؟ 7. تحديد المشكله، جمع المعلومات، وضع البدائل، التفكير في الايجابيات والسلبيات، اختيار افضل البدائل، تنفيذ القرار، واخر حاجه بعد ما تختار البديل ان كان البديل اللي انت اخترته مش مناسب بتلجأ ليه بديل اخر انت ايه اخترته قبل كده. طب قلنا ايه المثال اللي احنا اخترناه النهارده؟ المثال لو انت عندك مشكله في ماده معينه والمشكله دي مش عارف تعمل فيها ايه، اول حاجه انت حددت المشكله ان انت عندك مشكله في الماده دي، بعد كده بدات تفكر وتجمع معلومات عن المشكله، بعد كده بدات تحط بدات تحط اختيارات للمشكله بتاعتك، اما اذاكرها على اليوتيوب او ماما تذاكرها لي او اما ان انا اخد فيها درس. بعد كده اخترت افضل منها، شفت المناسب ليك ايه. اول حاجه قبلها ان انت لازم تفكر في الايجابيات والسلبيات المشكله، وبعد كده اخترت افضل بديل. ايه افضل بديل؟ ان انت اخترت ان انا مثلا هذاكرها على اليوتيوب. طب انا نفذت القرار بتاعه، وبعد ما ذاكرت الدرس بتاعي على اليوتيوب ما فهمتش برضه، لجيت للاختيار اللي انت اخترته قبل كده، ان انت مثلا ماما تذاكرها لك في البيت او انت تاخد فيها درس. هو ده انت خدت قرار اهو لمشكله انت تعرضت ليها. طب انا اتكلمت بعد كده عن ايه المشاركه في صنع القرار. بتكون اما في مشاركه على مستوى الاسره، اما مشاركه على مستوى المدرسه، اما مشاركه على مستوى المجتمع.
وعرفنا كمان ان القرارات دي لها اهمية كبيرة جدا في حياتنا، انها بتعلمنا المسؤولية، انها بتساعدنا في حل المشكلات، انها بتعلمنا التعاون والاحترام، بتخلي عندنا ثقة بالنفس، بتخلي عندنا كمان احترام لآراء الآخرين. ده بالنسبة لدرسنا النهاردة، درس سهل جدا جدا وبسيط، وافهموه واحفظوا الأمثلة اللي أنا قلت لكم عليها النهاردة هتفهموا الدرس. شكرا جدا جدا على متابعتكم، وبالتوفيق، وانتظروني إن شاء الله. هنحل معاكم تدريبات الدرس اللي فات والدرس بتاعنا النهاردة، عشان فاضل عندنا حاجة صغيرة كده هناخدها، هي دولة من دول العالم هندرسها إن شاء الله في كل وحدة. الدولة اللي هي احنا هناخدها الحصة الجاية إن شاء الله هنكملها معاكم بإذن الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.